السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده واحسن حال كده يا رب. النهارده هعمل معاكم طريقة فراخ مختلفة بصراحة هتعجبكم جدا. يلا نشوف الفيديو مع بعض. انا هنا كنت مقطعة 3 بصلات. ممكن تكتروا البصل، يعني كل ما بتكتروا البصل مع الفراخ بتكون طعمها احلى واحلى بكتير. انا هنا كنت عاملة البصل في الكبة، كنت عاملاه شرايح رقيقة خالص زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تعمليه على المبشرة لو ما عندكيش كبة، وممكن تخرطيه ناعم خالص برضو عادي. بس هنا كنت عملته في الكبة زي ما انتوا شايفين كده، وكنت مكترة كده. وبعد كده حطيت بهارات، معلقة من البهارات السبعة، وكمان معلقة من الفلفل الأسمر، وكمان معلقة من الكمون صغيرة. وكمان حطيت الملح، يعني حطيت الملح بتاعه. وبعد كده بحط الفراخ على البصل، بتفضلي تقلبي فيها شوية لما كله كده يتجانس مع بعضه وياخد من التتبيلة والبصل كمان. وبعد كده بترصي عليها البصل البصل المتبقي عندك، وطبعا بتحطي فيها بصل من تحت. وبعد كده بقى زي ما انتوا شايفين كده كان منظرها تحفة بجد يعني، وكان ريحتها كمان حاجة تحفة خالص، هتعجبكم والله. انا هنا كنت ولعت عليها خلاص وهديت النار كده عليها. وبعد كده قلت اعمل شوربة خضار عشان حمزة. فهنا كان عندي 2 من الجزر، وكمان 2 من البطاطس، وكمان لقيت شوية بسلة كده عندي كان في التلاجة قلت اعملهم كمان. يعني اي حاجة عندك اعمليها. انا هنا كنت بعمله شوربة خضار فعملتله كله يعني سليق في بعضه كده. حطيت كل حاجة سليقة في بعضها كده. هو زي ما انتوا عارفين لسه الطفل صغير فلسه بدأ أأكله، فقلت اعمله شوربة خضار كده. بعد كده بقى بعد ما حطيت البسلة والبطاطس والجزر، قلت كمان احط كده واحدة من البصل صغيرة كنت مقطعها برضو. مش بقطعها ناعم، يعني بقطعها اللي هو عادي. وبعد كده حطيت فلفل وكمون وكده، وظبطت البهارات بتاعتها زي ما قلتلكوا انا عاملاها سليقة. هنا كان لقيت عندي كوباية من عصير الطماطم، حطيتها كمان عشان تعملها طعم حلو. فهي بصراحة هو اكلها وكانت حلوة خالص، يعني ينفع الكبار والصغيرين ياكلوا منها، مش شرط الصغيرين بس. وحطيت كمان كوباية من المية، وبعد كده قلبتهم كويس مع بعض. وقلت بقى اروح عشان ارفعهم على النار. وهنا كنت خلاص بعد ما كنت حطيتهم على النار كان خلاص خلصت. وهنا بقى كان شكل الفراخ زي ما انتوا شايفين كده بالبصل كده كانت عملت ازاي. طبعا انا مش حاطه ولا اي ميه خالص على الفراخ، ما بتحطش ميه خالص، هي بتعمل لوحدها وبتستوي خالص وبتبقى مستويه، بتبقى طعمها تحفه. طبعا ممكن تعمليها في صينيه في الفرن، وممكن تعمليها في البوتاجاز، وممكن تعمليها في طاجن. بصي يعني شكلي براحتك. بصراحة أنا هنا عندي كانت الصينية بتاعتي، الكوباية كانت عند ماما، فقلت هعمل في الصينية العادية الصغيرة دي. وبعدين هي خدتهم يعني. أنا بصراحة كنت عاملة فرخة إلا ربع بس كانت تحفة، بس أنا كنت مقطعاهم صغير لأن هي أصلا كانت الفرخة كبيرة، وأنا كنت عاملة فرخة إلا ربع فقطعتها كده أجزاء عشان متاخدش وقت في السوا وكده. هنا كنت مطلعة كده شوية من البامية، قلت بقى اعمل معاكم شوية بامية كده. ساندي بتحبها قوي بصراحة، يعني هو محمود ما بياكلهاش بس ساندي بتحبها قوي. قلت بقى هشوح كده معاكم البصل، بتنزلي كده بواحدة من البصل. طبعا ممكن تقطعيه ناعم ممكن تقطعيه خشن، يعني زي ما انتي بتحبي. انا بحبه وسط، يعني مش ناعم قوي وكمان مش يكون خشن قوي. بسيبه كده لعند لما يتكرمل شوية. وبعد كده بنزل بيه بالبامية. في ناس بتسلق البامية، وفي ناس بتعملها كده، تعملها الطماطم بتاعتها وبعد كده تنزلها فيه. انا بصراحة بحب اديها كده صدمة الاول مع البصل، زي البسلة وزي الفراخ وزي اي حاجة، بتخلي طعمها حلو جدا، وكمان بتكون ريحتها حلوة خالص. فهي دي الطريقة دي حلوة جدا يعني جربوها.
هنا كان خلاص بعد ما البصل اتكرمل كده شوية، فقلت بقى انزل بالبامية كده زي ما انتوا شايفين. انا كنت مقطعاهم كمان، كنت مفرزاها عندي في الفريزر وكده. فلما سندي قالتلي يا ماما انا عايزة اكل بامية فعملتها. هنا كده بتسيبيها لحد لما تتشوح شوية زي ما انتوا شايفين كده. هي كانت خلاص اتشوحت شوية مع البصل كده. بعد كده بنزل بعصير الطماطم، وطبعا بتظبطي البهارات بتاعتها: كمون، فلفل اسمر، ملح، وكمان بهارات من السبع. وبعد كده بتديها تقليبة بقى وبتسيبيها بقى لحد لما تغلي. وهنا كان شكلها بعد ما كانت خلاص بتغلي كده، كان ريحتها تحفة. هنا كنت مسخنة الميكروويف وقلت بقى ايه احط الصينية تاخد وش كده، كانت خلاص استوت. ودي شكل الشوربة بتاعت حمزة والرز والفراخ. بتتكلم عن نفسها والله يا جماعة، والله مش محتاجة كلام. هي بتتكلم عن نفسها، يعني شكلها كان تحفة وطعمها تحفة وريحتها حاجة تانية بصراحة. ياريت اللي مشتركش في القناة يشترك.